وشفشق عشان الخشاف، صلح في مسلسل يتشاف، راح يا نايم شيبسي وعزايم. صح فرحة رمضان. تامر حسني من بعد حرب غزه محدش شافه خالص اتكلم عن اي حاجه تخص غزه، وحتى لو ما كانش اتكلم ما كانش حد هياخد باله قوي، زي بيومي فؤاد كده لو ما كانش اتكلم ما كانش حد برضه هياخد باله منه خالص. بس انك تجهر بالمعصيه وتوافق على الاحتلال وبتساعده، ده اللي لازم ما يسكتش عليه ابدا. انبسطت جدا لما لقيت الناس ابتدت تقاطع تامر وتلغي اشتراكات الفولورز بتوعه، ابتدوا كل واحد ورا التاني لحد بقى ما اكتر من مليون شخص لغوا المتابعه بتاعتهم من عنده، ويا ريت يبقى العدد اكتر من كده بكتير. في حاجه بس كده عايز اوضحها، الحلال بين والحرام بين وبينهما امور متشابهات، وموضوع المقاطعه بالنسبه للناس ديت شبهه وعايزين يتجنبوها، ولان ده برضه بيخص دينهم وبيخص اخواتهم اللي بيموتوا كل يوم. ممكن حد يجي يقول المقاطعه انا ليه بقاطع اساسا، ويعني المقاطعه بتاعتي هي اللي هتعمل قوي القلبان ده كله؟ هي اللي ممكن تعمل القلبان ده كله لو انت بدات من نفسك. يمكن يشوفك بتعمل كده بيتكسف على دمه ويبطل يجيب الحاجات دي تاني. لو الناس قطعت والشركات ابتدت تخسر، ساعتها الشركات مش هيبقى عندها انها تدفع ضرائب للدول بتاعتها، هتجبر اسرائيل ان هي توقف الحرب دي الا ان ينزل ربنا بنهايتها كلها. زي شركه بيبسي وكوكاكولا، في بعض الفنانين وانا احترمتهم جدا ان هم رفضوا ان هم يتعاملوا معاهم، والمقاطعه هي ابسط شيء ممكن نقدمه لاخواتنا. وقبل اي حاجه واخيرا افتكر ان انت مقاطع. وكان معاكم محمد يونس، اشوفكم الفيديو الجاي باذن الله. السلام عليكم.